مرحبا يا حلوين، كيفكن اليوم؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله تكون أموركن تمام. خلونا ننطر بس شوي صغيرة وبعدين منبلش مع بعض. طولنا اليوم، بعرف تأخرنا كتير باللايف لكتير أسباب. كتير أسباب. أهلا وسهلا فيكن يا حلوين، خليلي إياكن. خلونا بعد ننطر لسه شوي صغيرة ونبلش اللايف تبعنا. خبروني، عم تسمعوني تمام؟ الصوت واضح؟ كل شي واضح ولا لا؟ أنا الحمد لله تمام، وكمان بتمنى لكم يوم يكون يومكم جيد وإنه تكونوا طلعتوا بصفقات مربحة فيه. آه شكرا كتير، شكرا كتير، وبتمنى لكم كمان حظ حلو. إن شاء الله يكون يوم موفق. أوكي تمام، كل شي تمام. أوكي جود جود، حلو. اليوم أنا شوي أهدى من اللازم. بالعادة بكون طولنا اليوم، طولنا عن جد لحتى نبلش اللايف. خلنا نبلش مع بعض. راح نستفتح اللايف تبعنا لكل الجداد اللي عم يحضروني اليوم. راح أوزع شوية رأس مال للمتابعين النشيطين يلي عم يشتغلوا على حالهم، عندهم استثمارات، مو استثمار. عندهم صفقات بحساباتهم. هدولي رح يربحوا معي اليوم شوية رأس مال يدعمهم. مبارح كمان اخترت عشوائيا شوية ناس مسجلين جديد وما عندهم القدرة انه يأودعوا، ساعدتهم بشوية رأس مال. واليوم رح نكفي سلسلتنا بالجيف اويز. رح احكي اليوم بهذا اللايف كتير. مساء الخيرات بالكل، مساء الخيرات. رح شو كنت عم أقول؟ رح أحكي كتير نقاط مهمة بهذا اللايف، بتمنى تسمعوها تركزوا فيها. آم، خلونا نبلش مع بعض. الشروط كتير هينة، كتير بسيطة. كل اللي عليك تعمله تكون مسجل عن طريق الرابط تبعي. عندك صفقات بحسابك وعم تشتغل على حالك. كل ما كنت نشيط وعندك صفقات وعم تحاول تتعلم، عم تحاول تعمل شي، أنا رح أدعمك برأس مال يساعدك. وعلى هذا الأساس بأيام معينة رح أختار شوية كمان ناس من يلي فاتحين حسابات وما عندهم قدرة يأودعوا، هدول ممكن ندعمهم كمان خلال اللايفات. آه خلونا نبلش مع بعض عمليا. آه أوكي، مثل مو شايفين هي القائمة لليوم. كم واحد عنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 أشخاص. اليوم 8 أشخاص، مبارح كانوا 10 وقبل. طبعا هي الليستة على جديد بلشت أعملها. أما من قبل في كتير، يعني في ناس كتير. خلونا نفتح محفظتنا. اوكي، وهي محفظتي جاهزة. خلونا نبعت لأول حدا كوبي بيربح معنا 250 USDT.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا فيكم تكتبوا لي إذا عندكم أسئلة أو استفسارات على الخاص وأنا برد عليكم مباشرة. ومبروك عليك لصاحب 250. ننتقل للي بعدها. كوبي هي 380. هي أعلى وحدة لليوم، مبروك عليك كمان. خلونا بقى الباقيين هنن هيك راندوم. كوبي هي 15. send USDT. يلي بتوصله يا ريت يبعت لي مسج لحتى أعرف. كمان كوبي وهيدي 15 كمان. ثانك يو، أنا مشتاقت لكم كتير كمان. حيدخل عندكم كتير هيك بتحبوني يعني، بتحسسوني بالحب. واللي بعدها كمان 20. كوبي سند. هدول المبالغ هيك شوية تحفيز شوية دعم لحدا عم يبلش جديد. اللي بعدها 15. كمان مبروك مبروك. مبروك عليكم. واللي بعدها 50. يلي بتوصله يا ريت يبعتلي رسالة لأعرف. هو أكيد حتوصلكن يعني. كمان عنا بعد 30. هيدي هي آخر حدا لليوم. عرفتوا ليش بتأخر باللايف؟ لحتى هيك نشوف يعني، لحتى نجمع كل هالناس وناخد محافظ ونعمل كل هالقصص. مهم. ومبروك على آخر حدا ربح معنا اليوم، إن شاء الله ألف مبروك. يلي ما ربح اليوم بيربح بكرة إن شاء الله. خلونا نشوف شو في مسجات. عنا هون حدا. أهلا وسهلا فيك زياد ومبروك عليك. دخيل عينكن يا حلوين. حطيت 4 أنا. دخيل عينكن إن شاء الله ألف مبروك، واللي ما ربح اليوم بيربحوا بكرة. لا صدق. نشوف مع بعض شو طلع ضامة باللزازة. يلا بس تكتبوا لي هيك سؤال. كيف مو مصدق؟ لا صدق عادي، في ناس هيك. آم، عمليا خلينا نشوف إذا كمان في حدا وصلته بعد ولا لا. مبروك.
خلونا نشوف هسه شوي. هم. اوكي. اوكي خلاص هلا كتير يعني انا كتير صفنت يعني. مم. اوكي خلينا نبلش مع بعض جلستنا تداول لليوم. رح نعمل سكالبينج كمان اليوم. في كتير شغلات رح أحكيها بهذا اللايف، بتمنى تفهموها. وإذا كان عندكم أسئلة فيكم تسألوني إياها أكيد. خلونا نبلش مع بعض. اليوم ماني رايقة أبدا. أبدا. بدكم تتحملوني، تحملوا مزاجي اليوم حرفيا. مش رايقة، ما بعرف ليش هيك. خلونا نبلش مع بعض. عمليا هي حسابي البوكيت اوبشن عندي 19,059. آخر هالأسبوع يعني بشكل عام كان مشكل 4 أيام لا 3 أيام كانوا كتير موفقين. كنت عم أطلع بين 1500 ل2000 دولار خلال الجلسة. ومبارح كان نعتبره غير موفق أو موفق، ما بعرف كيف بالضبط. بس إنه كان كتير حرفيا أمواج يطلع وينزل. وصلنا لل20، نزلنا لل17، رجعنا لل19، رجعنا للليفل اللي بلشنا فيه. اليوم ما بعرف كيف حيكون. خلونا نجرب مع بعض ونشوف النتيجة. أم... خلونا نشوف النتيجة وهيك. هي حسابي البوكيت اوبشن. ايه اكيد يعني اللي مربح اليوم بربح بكرة، طبيعي يعني انه ما نحن كل يوم عم نطلع. العملة بيتكوين او تي سي، ما تكرهوني لاني اخترتها بس انا بحبها كتير. بحبها يعني. بعلاقة عاطفية مع هي العملة أنا. التايم فريم هو 5 ثواني. الكل عم يستغرب ويقول ليش 5 ثواني، لأنه هاد سكالبينج ما عم أعمل أنا صفقة بلونج تايم فريم. حكيت عندي 19,059 والأماونت يلي حبلش فيها حبلش ب100. خلونا نبيع. عملت تنتين مع بعض. أنا تحمست وخسرت التنتين مع بعض. ضغطت بلا ما أفكر. شفتوا لازم لما انتوا تبلشوا جلستكم لازم تكونوا رايقين. هي اهم شي. اوكي هيدي طلعناها 384. حلو. رجعنا للفارق تبعنا. خلونا بعد ننطر شوي. لما بيكون بالنص انا ما بفضل اعمل اي حركة. كمان اليوم عم نعتمد على مؤشرات ال RSI MACD والكاندلز تبعنا. لكل اللي بيسألوني لكل اللي بيسألوني عن الإشارات وما الإشارات أو الإشارات وهدول القصص والسوالف. أنا عندي جروب VIP بنشر عليها إشارات وتوصيات. جربتها لفترة وهلا حاليا عم أدرس لسه الموضوع فيها، لأنه أنا ما بحب أنشر أي إشارة أو توصية إذا أنا ماني متأكدة من إنها حتنجح 100%.
فهمتوا علي كيف؟ يعني أنا ما بدي أقعد أعطيكم إشارة وتطلع هي الإشارة خاسرة وتنضروا أو شي. ف يعني عندي إياها للجروب، عم انشر عليها، نشرت من فترة وكانت ماشي تمام. بس بالأيام يلي أنا ماني متأكدة منها ما رح أقعد أنشر إشارات وأعطيكم شغلات بس هيك لحتى أعطيكم إياها إنه يلا حلوا عني. لا، ما فيني أعمل هيك حتى لو بدي. واللي بيسألوني عن إشارات هون نحن عم نعمل سكالبينج. فإني أنا أعطيك إشارة وبهيك تايم فريم كثير قليل، يعني 5 ثواني لحد ما أكون أنا عملتها تيجي أنت تعملها، بتكون خسرت. يعني ما حت بجوز تربح إيه، بس ما حتكون هي نفسها 100%، لأنه الوقت غير. ولما نكون عم نعمل اللايف تبع خلينا نشوف هيدي شو بتسكر، سكرت. خلينا ننطر شوي. اللي عم يتسكر يعني لحتى تكون وصلتكم أو هيك بيكون مش ظابطة، يعني ما أنا ظابطة. فعلى أساس أنا بدي أجي لكم أعطيكم إياها وأقول لكم يلا هي لليوم تداولوا وبتجوا بتخسروا بتقولوا لي ليه نحن خسرنا. أنا ما فيني أعمل، إذا في ناس فيها تعمل هيك أنا ما فيني أعمل هيك. آم، يعني بفضل إنه نطلع هيك اللايف نتسلى مع بعض وتحاولوا تتعلموا السكالبينج كيف بيكون. آه، أوبس. أوكي، تتعلموا سكالبينج كيف بيصير ومن هيدا القصص، ولا إنه الحمد لله 960، ولا إنه أنا أقعد أعطيكم إشارة وتخسروا فيها أو توصية أو هيك. يعني العالم كلها عم تبيع حكي فاضي، وعن جد صار الاحتيال والنصب وكل شي على مستوى. فطبيعي يكون صار عندكم صدمة أو رد فعل وما توثقوا بحدا. هذا الشي كتير عادي وأنا كتير بتفهمه. بس لما أنتوا بتلحوا علي بشكل إنه أعطينا اعملي لنا، ما راح أعطيكم شيء أنا ماني متأكدة منه. شيء إنه أنا إذا أنا حأرضاه علي إنه أنا حطلع منه ما حأعطيكم إياه إذا مو متأكدة. وهي 960، 1 2 3 ناجحين، حلو. شو كمان؟ بظن لهيك أنا متضايقة اليوم. متضايقة لأنه عم حاول هيك أرضي الكل، وبدي إياكم تكونوا كلكم مبسوطين وكلكم مستفادين. وما حدا ينضر. بس حرفيا عم خصص كل يوم وقت من يومي لحتى يعني تحسوا في حدا ممكن عم يشجعكم، حدا عم يدعمكم. أم، أوكي، الحمد لله طلعنا 1000. بلشنا 19,000 صرنا 20,000 بوقت قياسي. يمكن لازم نضل معصبين نحن وعم نتداول نرجع للرينج العادي تبعنا. لهيك اليوم حاسة حالي متضايقة شوي لأنه أنا بدي يكون كل شي مثالي. أنا حدا بيحاول يعمل كل شي ويكون مثالي وظابط ويكون الكل مبسوط والكل مرتاح وما حدا منضر. والحمد لله لحد الآن ما حدا متضرر يعني بسببي لا سمح الله. لأنه الفكرة كلياته من القصة إني أنا عم أعمل شي أنا بحبه وحابة أشاركه مع الكل. تجربتي عم أطلع معكم كل يوم. عم نعمل الجلسة مع بعض لايف، عم تشوفوا اليوم اللي بخسر فيه وعم تشوفوا كمان اليوم اللي بربح فيه. فهذا كلياته مبين قدامكم. ما بظن في حدا بيعمل. ما بظن يعني، بس اعطوني حدا بيطلع كل يوم هيك معكم جلسة وبنتسايروا وبتحكوا كلياتكم وبتسولفوا وهيك و... وبورجيكم اليوم يلي بيخسر فيه. ما كلهم بيطلعوا بيمنجوا وبيساووا ألف قصة وقصة. نشوف الرسائل. مهم. شو كمان؟ بدي ارجع بعيد. نسخ الصفقات رح يكون متوفر عندي قريبا، رح يكون موجود، رح تقدروا تستفادوا منه. شو لسه؟ بس بنفس الوقت
حاولوا انتوا تستفادوا من الشي اللي عم نعمله، يعني انا موجودة وبقولكم اذا عندكم شي ببالكم وحابين نجربه فينا نجربه مع بعض. اذا حدا ما عنده رأس مال بيدعمه انه يخاطر او يجرب فانا بجربه معكم. شو بدي اقول كمان؟ انقطعت سلسلة افكاري، انقطعت. خلينا نشتري. حلو، هي 1500. شوفوا آخر صفقات كلياتهم رابحين، موفقين الحمد لله. نسخ الصفقات رح يكون متوفر. الجروب الفي اي بي اللي عم اعمل عليها، عم انشر عليها الاشارات، لساتني عم اشتغل عليها. ما عم انشرهم بشكل يومي، بس رح يصير انشر ان شاء الله بشكل يومي. هي الخطة. ما حقعد لكم ايه حاعمل انشر شغلات ماني متأكدة منها او ما انا مضمونة، هي ما حاعملها انا. آه عم حاول شجعكم ادعمكم تبلشوا. لا، في ناس من الصفر بتكون حابة تتعلم تداول بس هي ما بتعرف شو لازم تساوي، فأنا هدول الناس بشجعهم بشوية رأس مال يدعمهم، وبنفس الوقت بشجع الناس اللي بتعرف تتداول وصاروا بيحاكوني وبنحكي مع بعض بشكل يومي وعم يشتغلوا على حالهم مسجلين عن طريقي. هدول كمان بدعمهم بكابيتال أو رأس مال كبير، إن كان 500 400 على حسب كل واحد ونشاطه. شو بدي أقول؟ لسه خلينا لسه ننطر شوي. أوكي. أم... عمليا حابة أنا أصير أعمل نجرب طريقة يعني غير السكالبينج. أنا ليش بحبه؟ لأنه أول شي ما حياكل معنا كتير وقت، يعني إحنا بنعمل سكالبينج وبنضل مينيموم 30-40 دقيقة، أحيانا بنضل ساعة، ف كمان وقت طويل. فإذا بدي أعمله بصفقات مدة أطول فينا نعملها، بس بدكم تتحملوا. هتقعدوا لايف هتقعدوا لايف أبو 3 ساعات 3 ساعات بتجيبوا الأكلات والشربات وأنا بجيبهم كلاتهم بنقعد هون بنضل 3 ساعات عم نتداول. هيدي لازم بنقرر بنعملها بيوم معين مثلا وبنصير هيك. خلينا لسه ننطر شوي. على فكرة سكالبينج شي كتير ظريف، بنصحكم فيه. هو صحيح شوي فيه خطورة يعني، بس إذا كنتوا بتعرفوا إمتى توقفوا هيدا الشي كتير مهم. خلوكم منضبطين، خلوكم منضبطين. هاي الحكي لإلكم والحكي لإلي أنا كمان. أم، أكيد الإشارة في عالم أحيانا بتحاول تجرب من هون، غالبا ما تكون حسب بقى سرعة النت عندكم وهيدي القصص يعني. مهم. اوكي، وهي 300. شوفوا دول كلاتهم رابحين الحمد لله. حسب سرعة النت عندكم، إذا حابين تنسخوا شو عم أعمل بدكم تكونوا متأكدين إنه مثل بعض، كل شي مثل بعضه. البوت حنجربه، ايه حنجربه مع بعض كمان، بس ضل لحتى نعمل شي مرة هيك بوز صغيرة من الجيف اواي. ما عاد نعمل هيك جيف اواي وقتها بنجرب قصص بوت، يعني حنجربه هذا ضروري صراحة. اوبس اوبس. رجعناهن دبل، خسرنا تنتين، واحدة 200 واحدة 400، رجعناها 1500. ضل لي شوي ومنسكرة 2000.
اهم. هو كمان الجول تبعي يعني اليوم 1500 2000. قطعنا ال1500 بلكي بنعملها 2000 نشوف. ورجاء رجاء هي لإلكن ولإلي، ما تطمعوا. يعني إذا مشت أول مرة وتاني مرة خلص منوقف، ما ضروري نطمع. أوكي. ليش يعني حبيبتي انتي؟ اوبسي. هي كمان حغلط فيها يا رجعناها. اوكي رجعناها تمام. we're good. تقريبا we're good. حلو. وصلنا 21 من ال19 لل20 لل21. الرينج perfect. لحظة شوي. كتير مسجات جديدة. مثل مو شايفين اليوم هو وصلنا الرينج تبعنا اللي بدي اياه 2000 $2000 كتير حلو. مبروك عليك يلي وصلتوا، عم يبعتولي مسجات خلينا نشوفها مع بعض. ولا لحظة شوي. اوكي. شو كنت عم اقول؟ اخذت وجه يعني اخذت راحتي، نسيت ومسكت الموبايل. اسمعوا يا حلوين، اليوم الرينج تبعنا كتير حلو. سكرناه بفارق جيد اللي هو ال2000. لا ولو مبروك. سكرناه ب2000 كان كتير موفق. تعالوا هلأ بنعمل فيدباك، بس خلوني أحكي شوي صغيرة. أول شي بدي أقوله، ميزة نسخ الصفقات رح تكون متوفرة قريبا، بصير فيكم تنسخوها دايركتلي. بس في عوامل بتخلي النسخ ما يزبط، واللي هو النت، الوقت، التايم فريم اللي بلشتوا فيه، والموقع الجغرافي. لهيك لازم يكون كل عوامل مثالية بيمشي حالها وبتكون موفقة. بس النسخ كتير ظريف لحدا ما حابب يتعب حاله، ما حابب يوجع راسه بينسخها. تمام. ال شو كمان بدي أقول، هي عن النسخ. الإشارات الإشارات جربتها فترة وهلأ ما وقفتها، أنا حأستمر فيها. أوكي. بس حأستمر فيها وصير حأبعت، يعني ممكن بوارد أقل من قبل. على أي أساس؟ على أساس إني أكون متأكدة منها وإنها حتكون مضمونة 100%. لأن ما بدي أنا أعطي حدا شي ويجي يعيط علي. وما حدا عيط علي الحمد لله، يعني الحمد لله. بس أنا هيك ما بحب حدا يزعل مني أو شي. شو كمان؟ مشان تربحوا خلال اللايفات كل اللي عليكم تعملوه تسجلوا عن طريق الرابط.
يكون عندكم صفقات بحساباتكم، هدول بيربحوا معي رأس مال كبير. كمان رح صير اختار بشكل عشوائي من الناس اللي مسجلين عن طريقي بالرابط بس ما عندهم قدرة انه يودعوا. كمان حأدعمهم برأس مال شوي صغير يدعمهم هيك لحتى يبلشوا كبداية. يلي عم يجربوا عم يعملوا حسابات تجريبية، برجع بقول الحساب التجريبي ما بيشبه أبدا الحساب الحقيقي اللي أنت عم تتداول عليه. ليش؟ بيجوا لعندي بيقولوا لي ليا نحن تداولنا حساب تجريبي وكانوا كلهم ناجحين وربحنا وأحلى كلام، وبس يعملوا حساب الحقيقي بيلاقوا حالهم عم يخسروا. لأنه بحس أنا يعني هو رح يوهمك إنه كله ربح، بينما لما بتجرب بشي حقيقي مصاريك رح يكون شي مختلف تماما. رح تكون عم تفكر وعم تدرس وعم تطلع إنه إيه أنا هيدي ما بدي أخسرها مثلا لهذا الدولار. تكون عم تفكر كتير منيح لأنه هي مصاريك، هي جيبتك أنت. آم، وكمان لما بيكون يعني مثل شي حقيقي انت رح تكون متحمس ومتشجع انك كل يوم بدك تحاول تعمل شي. اتبعوا خطط، اتبعوا استراتيجيات، احسبوا نتائجكم على مدى 10 20 30 يوم. ما تقعدوا يوم كامل تخلصوا كل مصاريكم او رأس مالكم كلياته خلال يوم واحد بس. هذا الشي غلط، مو يعني شي منه صح. ما تعملوا هيك. اجمعوا نتائجكم، حللوا، ادرسوا. للجداد ببعت لكم البوت إذا حابين تجربوا. 67% من صفقاته ناجحة. ما في أي أداة ممكن تضمن لك النجاح 100% والربح. يعني بالأخير هو مانو زر نحن نضغطه بيعطينا مصاري. لحد الآن صار لي 4 سنين بالمجال، بقرأ الإشارات، بقرأ كل شي، ولحد الآن بمر أيام بخسر فيها. هذا الشي جدا عادي وجدا طبيعي. شو كمان بدي أحكي؟ مم. فيكن إذا حدا مبتدئ ما بيعرف لسه مثلا مصطلحات أسماء أشياء كيف يعمل كيف يقرأ شو يسوي، في يجرب البوت كفترة أولى، يقرأ النشرة التحليلية اللي بيعطينا إياها، يجرب بس هيك. البوت بيعطينا إياها للنشرة، نحن بنقرأها بنشوف نحن مقتنعين فيها أو لا. أنا إذا لاحظتوا ما بقول لحدا إيه هيدي الشي لازم نعمله. أنت عندك عقلك بتفكر بتشوف أنا مقتنع بهذا الشي أو لا، وعلى أساسه نتخذ القرار. شو بدي أقول؟ مبروك يلي كل ربحوا، يلي ما ربحوا تربحوا إن شاء الله بكرة أو بالأيام الجاية. شو كمان؟ شو كان بدي أحكي؟ بس أنت عملت الشروط منكم لحالكم، بتقولوا لي ليه نحن عملنا الشروط تبع إنه مثلا حساباتنا عن طريقك. مثلا عنا صفقات بعتولي فورا الاي دي مع المحفظة تبعكم USDT بيب 20، وانا فورا نضيفها عندي وببعت لكم خلال اللايف. كمان اللي بشوفهم عم يشتغلوا على حالهم انهم بيعرفوا حالهم وعم يحضروني هلا، هدول اكيد بدعمهم. ممكن اذا اندعمتك مرة بدعمك مرة تانية عادي، هذا الشي بيعتمد على نشاطك وشغلك. آم، بس هيك. أتمنى لكم يوم لطيف. خلونا نعمل ريفيو بالأول على على اللي صفقاتنا لليوم. آم، لحظة شوي. اوكي، يلا نعمل ريفيو نسيت انا اني ماني مرجتكم الشاشة. هي كانوا صفقاتنا لليوم مشكلين، بلشنا برينج كتير حلو. ربحناهم هدول كلياتهم، بعدين بلشنا نخسر، خسرنا 2.
وبعده خسرنا 3 وعوضناهم بأرقام منيحة بشي هيك يعني 3000 عمليا لهيك عوضنا الفارق. الرينج تبعي كان بدي أوصله اليوم هو 2000 وأنا حققته لهيك حوقف. ليش بقولكن أحيانا يكون منيح الواحد عنده رأس مال كبير، لأن مثل إذا بتلاحظوا لما بخسر أنا صفقة بضاعف الكمية يلي حجربها بالصفقة اللي بعدها. مثلا أنا عملت صفقة ب200 وخسرتها بحط 300 وبعملها بس كون متأكدة منها، كون عوضت فارق هذا الخسارة اللي صارت. فهيك بلاحظ حالي إني دوبلتها أكيد. فكل ما كان عن جد رأس مال أكبر هذا الشي بيساعد وبيدعم. بس اللي حابين يجربوا بنصحكم ما تخاطروا بتجربوا بالمبلغ اللي انتوا بتقدروا عليه، تتعلموا تشوفوا كيف الآلية وأكيد بتوصلوا. لحدا عم حابب يتعلم وعم يجرب كل يوم أو شي بتوصلوا، هذا الشي أكيد. أي أسئلة عندكم إياها خبروني. بتمنى لكم يوم أو أمسية لطيفة، واللي عم يتابعوني من أماكن تانية بتمنى لكم صباح حلو وبس هيك. بشوفكم لايف بكرة، بحبكم كتير وباي باي.